تعال أقولك على سر عسكري محدش بيتكلم عنه بصوت عالي، بس كل اللي بيفهم في الشؤون العسكرية عارف إنه بيحصل. ليه الجيش المصري لحد النهاردة سنة 2025 لسه محتفظ بواحدة من أقدم الدبابات اللي دخلت الخدمة؟ دبابة M60 الأمريكية اللي اتعملت في الخمسينات، أيوة من أيام الحرب الباردة، وساعات بنشوفها بتنتشر على الحدود وكأنها لسه في عز مجدها. طب ليه؟ مش المفروض تكون طلعت معاش؟ الموضوع مش بالبساطة دي، ولو فضلت معاه للآخر هتفهم إزاي الجيش المصري بيدير ملف الدبابات بذكاء وبيستغل كل قطعة سلاح لآخر نفس، وكمان هتفهم الرسالة السياسية والعسكرية اللي بيبعتها بمجرد ما يحرك دبابة واحدة على الخريطة. تعال نحكي الحكاية من الأول واحدة واحدة، ركز معايا في الفيديو ده وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. تمين تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول. قسما بالله اللي حيقرب لها لاشيله من فوق وش الارض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب تتعاملوا مع ناس كبار. في أواخر الخمسينات أمريكا كانت داخلة في صراع صامت مع الاتحاد السوفيتي، الحرب الباردة كانت المنافسة على أشدها، وكل طرف بيحاول يعمل دبابة أقوى من التانية. الأمريكان قالوا لازم نعمل دبابة تطلع فوق كل الدبابات اللي في السوق، فطلعوا بM60. دخلت الخدمة سنة 1959 وكانت وقتها طفرة. مدفع بعيار 105 ملي، محرك ديزل بقوة 750 حصان، دروع محسنة، نظام رؤية ليلي بدائي طبعاً، وسرعة بتوصل ل 48 كيلومتر في الساعة، وكانت بتزن حوالي 50 طن. الدبابة دي فضلت العمود الفقري للجيش الأمريكي لعقود، وشاركت في حروب زي فيتنام والخليج الأولى. وفي السبعينات بعد ما العلاقات بين مصر وأمريكا اتحسنت، بدأت أمريكا تدي مصر كمية كبيرة من السلاح ضمن برنامج المساعدات العسكرية الأجنبية، وكان من ضمنهم M60، واللي عددها زاد وقتها لدرجة إن مصر بقت تاني أكبر مشغل للدبابة بعد أمريكا. بعض التقارير العسكرية أشارت إن مصر استلمت أكتر من 1700 دبابة M60 على مدار العقود الماضية، وده عدد بيخليها ضمن أقوى 10 دول في العالم من حيث امتلاك الدبابات. النهاردة لو قارنت بين M60 وأي دبابة تانية في نفس الجيل، هتلاقي إن M60 كانت متفوقة على T55 وT62 اللي صنعهم الاتحاد السوفيتي، وكانت متفوقة عليهم في المدى والدقة والراحة للطاقم. وفي التسعينات مصر دخلت في صفقة تطوير كبيرة مع أمريكا وكمان بعض الشركات الغربية علشان تخلي M60 أقرب للدبابات الحديثة. في دول زي تركيا كمان عملت تحديث ضخم على M60 وسمتها صبرا، وخلتها تشتغل بتكنولوجيا شبه الجيل الرابع. النموذج ده بيستخدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي كمان، فبالتالي مش إحنا لوحدنا اللي محتفظين بM60. معلومة مهمة، متوسط عمر الدبابة M60 بدون تطوير هو 30 سنة، لكن مصر طورت عدد كبير منها فمدت عمرها التشغيلي لحدود 50 سنة. التطوير شمل تغيير كامل في أنظمة التسديد، المحركات والدروع، وده فرق كتير في الأداء الميداني. إجمالاً لو جمعنا كل عناصر التسليح البري، مصر بتمتلك أكتر من 4000 دبابة ومركبة مدرعة بأنواع مختلفة، وده بيخليها القوة رقم 1 في أفريقيا ورقم 14 على مستوى العالم، وده حسب مؤشر جلوبال فاير باور لعام 2025. معلومة كده على جنب، تكلفة تشغيل M60 في اليوم أقل من 15% من تشغيل دبابة أبرامز، والأهم إن مصر بتمتلك بنية تحتية كاملة لصيانة وإصلاح M60، ومع الوقت تكون عندنا مخزون هائل من قطع الغيار، وده بيسهل التشغيل والتحديث. يعني مش بس عندك الدبابة، لأ كمان عندك اللي يخليها تقعد 20 سنة كمان في الخدمة من غير ما تحس إنها عبء. الجيش المصري في مناورات حسم 2022 استخدم وحدات M60 في تنفيذ ضربات مدفعية تمهيدية، وسجلت إصابات مباشرة بنسبة دقة وصلت ل 87% ضد أهداف ثابتة. وفي مناورات رعد الشمال تم تنفيذ عمليات إسناد ناري مشترك بين وحدات M60 ووحدات مدفعية M109، وكانت النتيجة قدرة على تدمير 85% من الأهداف المخصصة في أول 15 دقيقة.
في الحرب الحديثة بعض التقديرات بتقول إن 60% من الأهداف اللي بتقصف بالدبابات مش بتكون دبابات تانية، بل مركبات خفيفة، تحصينات أو قوات مشاة، وده بيأكد إن M60 لسه ليها دور تكتيكي مهم. مفيش حاجة اسمها دبابة كلها اشتباك مع دبابة، الحرب دلوقتي بقت فيها تهديدات متغيرة، ومش كل حاجة تستاهل تضربها بأغلى سلاح. كمان الجيش المصري بدأ تطوير إلكتروني لبعض وحدات M60 علشان تكون جزء من منظومة C4ISR، واللي هي نظام القيادة والتحكم والاتصالات والمعلومات والاستطلاع، بحيث تشتغل M60 كقاعدة نيران في شبكة القتال الحديثة. يعني مش بس بتضرب، دي بتراقب وبتنقل إحداثيات وبتشتبك بتنسيق مع الطيران والمدفعية. وفي سيناريو مستقبلي بيتم دراسته جوه وحدات البحث والتطوير بالجيش بيقترح تحويل بعض دبابات M60 لمنصات إطلاق طائرات درون انتحارية صغيرة، بحيث تبقى الدبابة عنصر هجوم مزدوج، نيران مباشرة زائد مواجهة عن بعد. ده ممكن يخلي M60 تتحول لأكتر من مجرد دبابة وتدخل ضمن مفهوم القتال الهجين، وده الاتجاه اللي رايح له أغلب جيوش العالم. من التحديات الكبيرة كمان إنك لو هتخرج M60 من الخدمة لازم يكون عندك بديل رخيص ومتوفر وتقدر تصنعه محلياً، لأن ببساطة إنك تستورد 1700 دبابة حديثة هتكلفك فوق 12 مليار دولار، وده من غير الذخيرة والصيانة. وده بيفسر ليه مصر بدأت شراكات مع كوريا الجنوبية وشركات من البلقان علشان تستورد تكنولوجيا تصنيع محلي لدبابة خفيفة تكمل مكان M60 في بعض الأدوار. الإحصائيات الأخيرة من تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام بتقول إن الجيش المصري بيملك ما بين 3000 ل 4000 دبابة متنوعة، منهم أكتر من 1300 دبابة أبرامز M1A1 و1700 من طراز M60، وقرابة 500 دبابة T62 و T55 مطورين. يعني ببساطة أكتر من 40% من قوات الدبابات المدرعة المصرية بتعتمد على طراز M60 سواء في نسخته الأصلية أو النسخ المطورة، وده في حد ذاته بيقول إن الدبابة دي مش موجودة علشان تملى العدد، لكن ليها دور حقيقي بيبنى عليه تكتيك عمليات. ولو جينا نقارن بين قدرات M60 في نسختها المصرية المطورة وقدرات بعض دبابات دول الجوار زي مثلا T72 في الجزائر أو الأردن، هنلاقي إن M60 عندها نفس مستوى الدروع تقريباً، ومدفعها بعد التحديث بعيار 120 مللي زي الأبرامز، وعندها نظام رؤية ليلية حرارية بتخليها تشتغل ليل ونهار بكفاءة. وفي دراسة أمريكية من 2023 نشرها مركز RAND قالوا إن الدبابات القديمة المطورة بتكون فعالة بنسبة 70% ضد التهديدات الأرضية التقليدية لما تكون مدعومة بأنظمة مراقبة حديثة وطيارات بدون طيار وتكتيك قتال مرن. ومن هنا مصر مش بس بتحافظ على M60، دي بتستخدمها ضمن مفهوم كامل اسمه اقتصاد القوة، اللي بيقولك ما تستخدمش سلاح غالي إلا لو التهديد يستاهل. في كمان معلومة مثيرة، الكيان الصهيوني نفسه لسه بيحتفظ ب 1200 دبابة مركافة من الجيل الأول والثاني، وبيستخدمهم كدعم ناري أو قطع احتياطية. وأمريكا لحد دلوقتي مخزنة أكتر من 3000 دبابة M60 في المخازن الاستراتيجية، وبعضها بيتم استخدامه في بعض التدريبات أو بيتباع لدول تانية. يعني مفيش جيش بيرمي دبابة شغالة، خصوصاً لو عنده إمكانية تطويرها. من جهة تانية في تحدي مهم قدام الجيش المصري، وهو الحفاظ على التوازن بين الكم والكيف. لو استمرت M60 بدون تطوير أو تحديث ممكن ده يخلق فجوة تقنية قدام أعداء محتملين عندهم دبابات حديثة زي ميركافا 4 أو ليوبارد 2. علشان كده في 2024 اتكلم وزير الإنتاج الحربي المصري عن مشروع بيستهدف إدخال نظام حماية نشط Active Protection System على بعض وحدات M60 علشان تقدر تصد الصواريخ الموجهة زي كورنت أو سبايك. وده في حالة تنفيذه هيرفع من نسبة بقاء الدبابة في ساحة المعركة بنسبة 35%، وده حسب التجارب الروسية. أما عن المستقبل فالمؤشر بيقول إن M60 قدامها على الأقل 10 سنين خدمة كمان بشرط استمرار التحديثات. وسيناريوهات الإحلال ممكن تبدأ بتصنيع مشترك لدبابة جديدة تكون خفيفة وسريعة وأرخص من الأبرامز، وممكن تحمل نفس مدفعها وتشتغل بأنظمة رقمية. الخلاصة، الدبابة M60 مش بس قصة قديمة، دي جزء من لعبة معقدة اسمها إدارة القوة بذكاء. وطول ما الجيش بيفكر كده يبقى فعلا بنلعب شطرنج مش حرب عشوائية. والسؤال ليك دلوقتي، هل تتوقع إن مصر تطور M60 لنسخة مصرية بالكامل، ولا تبدأ تجهز لمشروع دبابة مصرية خالصة؟ ولو أنت صاحب قرار في الجيش هتخرجها إمتى؟ وبديلك هيكون إيه؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات.
وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان توصلك الحكايات العسكرية دي أول بأول. وزي ما بنقول دايما على قناة علشان لو حد سألك، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي شكرا إنك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول. قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. ارضي وانا حر، ولا تلومن الا انفسكم. عيب